بعض الناس لما يتقال له سامح لوجه الله يفتكر ان حقه هيضيع، يعني سامحه وربنا كده خلاص يسيب حق يضيع. استنى، انت لما بتسامح انت بتعمل طاعة كبيرة جدا. فاكر لما ربنا قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. اللي بيسامح ده مش بيضيع حقه، ده ربنا هيرجع لك حقك تالت ومتالت وممكن أضعاف كمان. حبايب قلب زوزو، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كده دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. طبعا بقى بدون مقدمات، وحشتوني كتير من اخر فيديو كنت معاكم فيه. اي نعم هو من يوم او 2 بس ايه، قلت بقى كده اهجم عليكم بشوية فيديوهات، لان معايا فيديوهات كتير جدا وعايزين نعمل بقى يا اختي كده كحك وبسكويت العيد وفيديوهات حلوة. فصدقيني كده ممكن رمضان يخلص اصلا ولسه فيديوهات رمضان معايا، فانت فاهمة ازاي كمية الكسل اللي عندي. فطبعا تعالوا بقى الاول قبل ما نبدا فيديو النهارده احب ارحب بكل حبايب قلبي الجداد اللي دخلوا معايا القناه، وحبايب قلبي اللي موجودين معايا من زمان كده، دول اخواتي واصحاب مكان. تعالوا نبدا قبل ما نبدا الفيديو، تعالوا نصلي ونسلم على رسولنا الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد اشرف الخلق وعلى اله وصحبه وسلم. بص بقى يا ست البنات، التلاجة دي كنت بقالي فتره اللي هو كل ما افتحها عايزة احدد لها يوم، علشان كده خلاص هي جابت اخرها معايا. تمام. فصراحة اليوم ده بقى كان وقتها جه. اليوم ده كان امتى يا زوزو؟ اليوم ده كان يوم سوق. يوم سوق يعني ايه يا زوزو؟ يعني كان يوم الخميس. طيب تعال نرجع شوية لورا كده للعنوان. طبعا بقى انت داخلة بقى ومستنية حاجة كبيرة يا لئيمة. لا بصي، مفيش الكلام ده. طبعا انا اسفة على العنوان، لاني صراحة ليا أصدقاء كتير قالوا لي اعملي عنوان فيك ومش عارفة ايه، بس الصراحة مش عارفة خالص. يعني أنا استأذنت حماتي أصلا قبل ما أكتب العنوان، فاللي هو يعني اعذروني لو أنا كدبت عليكم يعني كدبة صغننة، بس لو انتوا كملتوا آخر العنوان هتعرفوا ان أنا ما كنتش بكدب عليكم. تمام. طبعا الحمد لله اليوم ده عدى على خير، وحماتي دي مامتي التانية زي ما أنا قلت لكم، مفيش اي حاجة الحمد لله. فربنا ما يجيب بينا شر ابدا ابدا، ولا يجيب بينا حاجة وحشة. اليوم ده بقى يا ست البنات كان يوم سوء. تعالوا نقول الدعاء الحلو بتاعنا ده. اللهم اني اتبرأ من حولي وقوتي الى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. شكرا لكل حبايب قلبي اللي بيتفاعلوا معايا على الفيديوهات وبيعلقوا لي وبيكتبوا لي كلام حلو. ربنا يسعد قلوبكم ويخليكم ليا وما اتحرم منكم ابدا. بص بقى يا حبيبة قلبي، طبعا زي ما شفتوا ترتيبات السوق، يعني كانت التلاجة بقى عندي ايه، مش عجباني خالص. قبل ما ادخل حاجة السوق فيها اصلا، اللي هو شلت كل حاجة ونضفت التلاجة وغسلت الادراج بتاعها، وبعدين رصيتها زي ما انتم شفتوا كده. قلت بقى كده النهاردة عزومة ست الحبايب، دي حماتي يا جماعة، مامة زوجي يعني. فقلت بقى ايه هتعملي ايه يا بنتي يا زوزو؟ انا طبعا اي حاجة اعملها طبعا ما تجيش في مقامها، والله العظيم لو جبت لها الدنيا كلها تحت رجليها كده، بس حبيت اعمل يعني ايه شوية حاجات بسيطة وفي نفس الوقت تكون شكلها حلو وكده يعني. رتبت حاجة التلاجة الاول. اقول لكم حاجة، انا ما حاجة التلاجة في الشتاء ما بفضيش الحاجات من اكياسها. تمام. بخلي كل حاجة في اكياسها واحطها في المنظمات وادخلها التلاجة. ليه بقى يا زوزو؟ عشان البرد مع الشتاء، السقعة مع لما انزل الحاجات دي من الاكياس بتاعتها، الحاجات دي كده بتدبل وبتبقى مش حلوة خالص. تمام. ونصيحة مني، ولا صيف ولا شتاء ننزل حاجات. انت لو هتغسليها بنشفها وارجع تاني احطها في كيسة نظيفة. تمام. عملت بقى كوكتيل فواكه هقول لكم عليه دلوقتي، بس ايه هقول لكم الاول. طلعت كده فراخ وحبيت ان انا اشوحها. طبعا قطعت لها بصلايه وطماطمايه وجزرايه اللهم صل على النبي، وشويه بهارات حلوين قوي كده، واديتها صدمه، وبعدين نزلت عليها التوابل بتاعتها. قطعت بقى كنت جايبه من السوق كيلو واحد اناناس وكيلو موز وكيلو تفاح. تمام. كان عندي بقى من السوق اللي فات يستفندي من اللي هو الصيفي اللي عامل زي البرتقال، عارفينه. المهم جبت من كل الحاجات دي واحدة واحدة واحدة. وكان الكيلو الفراولة يومها رخيص، كان ب20 جنيه، فجبت كيلو ونص. عملت برضو كمية محترمة. وعايزة اقول لكم بقى الكنتالوب اللي هو الاناناس يعني. تمام. عشان ايه ممكن يكون حد مش عارف يعني ايه اناناس، اللي هو الكنتالوب وكده يعني. تمام. المهم حبيبة قلبي، قطعت كل الفواكه دي. وعايزة اقول لكم بقى لون الاناناس مع الفواكه دي كلها كان زي العسل.
طب يا بنتي يا زوزو، طب انت بتعملي ايه دلوقتي؟ انا كان عندي طبعا، كنت مفرزه معاكم شويه سمبوسه كده صغننين، اللي هو الطبق الصغير ده، بس قلت اطلعه. وطلعت ايه، حته لحمه مفرومه صغننه كده متعصجه وجاهزه في الفريزر. هو ده اللي هيخليكي يعني مهما يكون عندك شغل، ومهما يكون عندك اي حاجه، حاجتك اللي انت مفرزاها ومستخدماها معاكي في الفريزر هي اللي هتساعدك، وهي اللي هتخليكي تنجزي اي شغل كده. بصي ما يكملش حاجه. انا اليوم ده كان يوم سوق، ونضفت تلاجتي، ومش عايزه اقول لكم يعني ايه تنظيف التلاجة، اللي هو طلعت كل حاجه موجوده فيها. هتلاقوا بقى حبه حاجات في اكياس صغننين، مش عارفه ايه، شويه في كيس صغير. بصوا كل ده طلع، كل التلاجة اتفرزت، كل الحاجات الحلوه اتعانت، كل الحاجات اللي مش حلوه اترمت. البرطمانات اللي موجودة شفت ايه الحلو فيها وايه اللي مش حلو فيها. حاجات الطبخ مثلا زودت البرطمانات تاني، فاهمين؟ يعني مش يوم سهل يعني، عايزة اقول لكم. وكمان زي ما انتم شايفين كان ده كله معطلني، لان كان صباعي بقى ايه، كان في الوقت ده بقى كانت اتقطع. يعني هو ده كان قبله بيوم، خلاص مش اتقطع قطع يعني يا جماعة، قطع يعني شفتوا حتة قطعة منه كده طارت. خلاص الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل. بس في الوقت ده كان عدى حوالي 3 ايام، عشان تكونوا فاهمين. انا فضلت 3 ايام افطر عند حماتي، اللي هو ما كنتش قادرة اعمل اي حاجة. وكانت سلفتي ربنا يخليها بنتها ويبارك لها في عمرها يا رب، ويرزقها بذرية صالحة. كانت دايما كده بتيجي تساعدني، يعني تعمل لي اي شغل انا مش بقدر اعمله عشان صباعي طبعا. بصوا، ربنا ما يكتبها على حد اي وجع في جسمنا يا جماعة، والله العظيم، حتى لو حتة صغيرة قد كده بجد. يعني انا عذرت اللي بيتعور واللي بيجراله حاجه كده يعني، الله المستعان. فقبلها بيوم، قبلها يعني بيوم او قبلها بيومين، كنت اصلا كان ابن اخويا ربنا يخليه ويبارك في عمره، صباعه برضو الباب قفل عليه، فالضفر بتاعه ده طلع خالص، فاهمين؟ اللي هو عذرته يعني بجد، يعني بقيت ادعيله من كل قلبي. خلاص، الفراخ كانت على البوتاجاز في الوقت ده كده. مسكت الكوسه الاول قورتها. طبعا بقى واحده ممكن تتخرم منك مش مشكله، واحده تتقطع منك مش مشكله، مش مفيش اي مشاكل. ما ترميش الحاجه، خلي حاجتك كده برضو بس حافظه عليها، وواحده واحده وانت بتعملي، وان شاء الله تطلع معاكي زي الفل. وجهزت طبق فيه شويه ميه، وحطيت فيه معلقتين ملح، وبقيت الكوسه اللي انا اقورها احطها في الميه بملح. ليه بقى يا زوزو؟ عشان الكوسه تدبل معايا كده وتبقى حلو. خلاص، وبعد كده شلت القلب بتاع الكوسة في الصينية، عشان ايه؟ هحشي الكوسة واحطها تبقى ايه الرق ده عليه. طيب، ما كانش عندي تقلية محشي ولا عندي اي حاجة. قلت اعمل ايه؟ طلعت كده علبة صلصة من الفريزر، وقطعت بصلاية كبيرة حلوة، وقطعت عليها قرنين فلفل زي ما انتم شايفين. و اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الصلصة دي يعتبر مستوية، يعني هي بس هتاخد من طعم البصل وهطفى عليها، مش هتاخد وقت معايا خالص. تمام. وكان عندي بقى حلة محشي، عشان ما اكونش برضو بكذب عليكم في اي شيء، ربنا يبعدنا عن الكذب وعن كل حاجة حرام. الحمد لله. الحلة دي كنت انا عند ماما قبلها بيومين، فمدتهاني، فما رضيتش اعملها تاني يوم، اللي هو ده كان يعتبر تالت يوم بقى. طلعتها كده وحطيتها على البوتاجاز. انا قلت لها يا ماما والله اعمل تاني، فقالت لي لا يا حبيبتي، ده كفايه يعني. هي كانت حله كويسه يعني، محترمه، مش اللي هي والله قضيتنا بعدها بيوم، والباقي كمان انا رميته للطيور يعني. فاحنا في رمضان يا جماعه، عايزه اقول لكم، بتبقى حاسه ان انت هتاكلي الدنيا وما فيها كده، وعايزه تحضري اكل وكل حاجه، بس الحاجه بتتعمل كده وخساره عشان ما تترميش. فالمهم زودت على حله المحشي بقى ايه، زي ما انتم متابعين معايا تفاصيل الفيديو كده. جبت من السوق كده 1.5 كيلو من الكوسه. الكوسه دي بقى ايه، ولا جبتها رفيعه قوي ولا كبيره قوي، لا جبتها حجم وسط كده، بسم الله ما شاء الله، كانت حلوه جدا معايا. قطعتها بقى وقورتها زي ما انتم شايفين. طبعا بقى لو واحده اتخرمت منك مش مشكله، احشي مش مشكله. واحده اتقطعت منك عادي، كملي برضو، ما تقوليش هرميها، يبقى انت كده يعتبر هترمي نص الكوسه. ما هو احنا مش ملايكه يا حبيبه قلبي، يعني كل حاجه هنعملها تطلع في التمام. خلاص، قطعت الخضار بتاعي على الرز، وكنت الرز غسلاه ومصفياه في الصفايه زي ما انتم ما شفتوا بتفاصيل الفيديو بالظبط. وده كان شكل الكوسه بعد ما خلصتها. جبت طماطمتين كده يعني ايه، وقرنين فلفل عشان يكسروا اللون بس مش اكتر، قال ايه يعني بزينها. تمام. المهم بقى، كانت الشوربه على النار، حشيت الكوسه. اهم حاجه تسيبي فراغ في الكوسايه كده، يعني تحشي مثلا التلتين وتسيبي التلت، تمام، عشان لما الرز بتاعك يستوى يعني يكمل السوا بتاعه،
الرز يملى الكوسايه كلها. طب لو انا حشيت الكوسايه بقى على التمام كده وسبتها، هتيجي تبص تلاقي كل الرز طلع بره وشكلها مش لطيف خالص. خلاص، حطيت لها العقد بتاعها وغطيتها وحطيتها ايه على النار على البوتاجاز من فوق. خلاص، ده اسهل بالنسبه لي، وبرضه في نفس الوقت انا هدخلها الفرن وهتبقى معايا في منتهى الجمال. حطيت العقد بتاع الكوسه ازاي يا زوزو؟ حطيت التلتين بتاع صباع الكوسه، يعني اللي هو شفت نص الكوسايه كده، لا الربع بقى، يعني الربع كده يكون متغطي بايه بالشوربه بتاعتك. وهنا بقى يا حبيبه قلبي قلت اعمل ايه، كنت جايبه نص كيلو رز بسمتي، نص كيلو بس، لان هي حماتي بس اللي هتيجي تفطر معايا انا والولاد، وطبعا انا ولادي يعني احنا عيله صغننه كده. تمام، ما زودتش اي حاجه غير زي ما انتم شايفين معايا تفاصيل الفيديو. طبعا بقى بالله عليكي لو وصلت لحد هنا كده من الفيديو، اثبتي وجودك معايا تحت واكتبي لي كومنت حلوه منك كده، ولو شايفه اي حاجه في الفيديو قولي لي ايه، قولي لي رايك يعني، وانا ممكن اغير طريقتي او اعمل زي ما انت بتعملي. المهم حبيبه قلبي، طبعا بسم الله ما شاء الله بدات من بدري، اللي هو ما استنيتش لاخر اليوم. لا المحشي، عايزه اقول لك المحشي ده انا بغسل الحله بتاعته في نفس اليوم، والله العظيم ما بكدب عليكم في شيء. في ناس بقى تغسل الحله دي بتكون متحروقه خالص وبتبات لتاني يوم، لا اول ما المحشي بتاعك يغلي توطي عليه خالص وتسيبيه ان شاء الله بقى يقعد ساعتين 3 على البوتاجاز يستوي ويتردد براحته، وهتلاقي صباع المحشي بتاعك ما فكش خالص. اما بتعلي النار عليه المحشي بيغلى وكل الرز اللي فيه بيطلع. خلاص، حطيت برضو الرز البسمتي على النار، نزلت الخضار في قلب البصله كده بعد ما اخدتها تشويحه وشويه بهارات وشويه ورق لوري وواحده من القرفه وواحده لومه ولا بيقول عليها لومي بتاع اللي هو الليمون المجفف. تمام، وبيني وبينكم بقى كده قلت ايه، تعملي حاجه حلوه ايه يا بنتي يا زوزو، تعملي حاجه حلوه ايه يا بنتي يا زوزو. كنت جايبه نص كيلو كنافه، بس صراحه ما كنتش عايزه اعمله بالطريقه دي، كنت عايزه اعمله بطريقه مختلفه، اللي هو ما كانش فيه وقت اصلا. انا عامله الكنافه دي كانت الساعه 5:30، كان خلاص المغرب، فاضل له حاجات بسيطه، بس قلت لا برضو لازم اعمل لها الحلو كله. عايزه اقول لكم بقى، قطعت الكنافه، و اهم حاجه كميه السمنه، حطيت شويه سمنه بلدي وبقيتهم زيت، مش هقول لك قد ايه، انت حطي بعينيكي بقى اللي انت شايفاه، عايزه تعمليها كلها بسمنه عايزه تعمليها بزيت زي ما انت حابه. وضغطت كويس قوي على الكنافه وحطيتها زي ما انتم شفتوا ودخلتها الفرن. وهنا بقى ده كان شكل الرز طبعا زي ما انتم شفتوا معايا. و قلت بقى ايه، صبيت العصير في الكوبايات بتاعته وجهزت كل حاجه عشان ما جيش وقت الاكل اتلبخ بقى، وطبعا انا كمان بصور، فاللي هو حتى لو هيبقى الاذان بيدن فانا المفروض اخد لقطه قبل ما اخلص كل حاجه، فطبعا هاخرهم معايا. تمام، خلصت كل حاجه وجبت كده معلقه من الصلصه عليها بشره من الثوم ومعلقه زيت وشويه بهارات صغننين قوي، ودهنت وش الفراخ بتاعتي، ودهنت كمان وش الكوسه، ودخلتهم الاتنين الفرن مع بعض. تمام، ده كده بعد ما ايه، بعد ما حطيت الكنافه الاول وكان الفرن معايا حامي بقى، بس طبعا ما ولعتش من تحت، ده كله كان من فوق. خلاص، اخر تركه بقى المفروض هي كانت هتتعمل، لان دي بالذات بتتاكل سخنه ما بتتاكلش بارده خالص. السمبوسه بتاعتي ولعت عليها الزيت وفي زيت غزير كده ونزلتها فيها. عايزه اقول لك حاجه بقى بسيطه قوي عن السمبوسه، ممكن طبعا تحشيها جبن، لحمه مفرومه، فراخ فاهيتا، اي نوع، اي حشوه انت عايزاها معاكي شغاله. ما تديش للسمبوسه بتاعتك لون زياده، عشان لو اديتها لون زياده هي كمان يعني هي بتزود درجتين كمان، فلو انت اديتها لون زياده هتيجي تبص تلاقيها معاكي محروقه. بصوا انا مطلعاها عامله ازاي، وهسيبها تهدى بتاخد لون كمان. تمام، فطبعا هي العجينه بتاعتها مستويه والحشو اللي في قلبها مستوي، مش محتاجه حاجه، هي محتاجه بس ان هي تاخد لون بسيط وخلاص على كده. روتين النهارده قلت اشارككم يومي واشارككم عزومتنا الصغننه اللي على قد حالنا كده. طبعا بقى حله المحشي كنت حشيها نصها ابيض ورق كرنب ونصها ورق خس وورق سلق. تمام، اللي هو الاخضر، يعني اكيد في ناس ما تعرفش هو زي ورق العنب كده، والله يا اختي، بس صراحه ما بكذبش عليك في حاجه، لا هو مش ورق عنب، ممكن اقول لك ورق عنب بس لا ما ينفعش، احنا في رمضان والكذب حرام. المهم حبيبه قلبي ده كان شكل السفره بتاعتنا النهارده، او مش النهارده برضه اليوم ده، لان انا معايا كميه فيديوهات رهيبه، فانا ما بنزلش فيديوهات كل يوم، فطبعا قلت ايه احاول امنتج لكم وانزل لكم شويه الفيديوهات اللي معايا، عشان ايه
عايزين نعمل بقى ترتيبات العيد وكحك العيد وشوكولاتات العيد والحاجات دي كلها، واقول لكم على شويه اسعار وشويه حاجات حلوه. استنونا في تكمله العزومات، لان عندنا لسه عزومات كتير قوي قوي اليومين اللي جايه. فيا حبايب قلبي اعذروني، حبايب وانا قلبي، اسفه على ده كان العنوان اليوم لو بتاعنا، كذبت وست عليكم في الكل شيء، شرفتني بس والله ونورتني، العظيم ويا رب ايه يديمها في اللي حياتي يسمع نعمة كلام يا رب، صاحبته وما يبقى دي تحرم منها اخرته. ابدا طول ما انا خلاص. عايشه، ويشفيها ويعفو فطبعا عنها يا رب، هي وكل السامعين، اللهم امين. بتدعي لي من قلبها، تقول لي ربنا يرضيكي، وان شاء الله ربنا هيوفقك. وانا حاسه ان شاء الله بفضل دعاها وبفضل دعاء امي ربنا هيصلح حالي. لو وصلت لحد هنا من الفيديو بالله عليكي كومنت واحد بس حلو كده، وتعملي لي لايك، واكون بتقل عليكي لو شيرت الفيديو. استنونا في فيديوهات تانية كتير. مع السلامه.